ار ولا ار ولا ار ولا ار ولا اغ؟ هلو، انا سيف الله وانت بتسمع سلسله كل 6 شهور لغه. النهارده كورس صوتيات اعوج لسانك. الحلقه الرابعه من كورس الصوتيات. هناخد حرف من حروف السهله الممتنعه. عارف انت السهل الممتنع؟ هو سهل لو طبقت اللي انا هقول لك عليه. النهارده مش هناخد الحرف كله لان هو صعب في بعض الاحيان، ولكن هناخد نوعين متعلقين بالحرف ده، صوتين بس من اصوات حرف الار. مبدئيا كده الار بتاعت الانجليش فيها لدغه، يعني لازم تكون ألدغ، بمعنى ان الار بتاعتك مش ظاهره علشان تجيب الار بتاعت الانجليش. انسى خالص حرف الراء بتاع العربي. احنا في حرف الراء لازم لسانك ما يلمسش فوق قوي، وفي نفس الوقت بيخلي الهواء يعدي علشان يطلع حرف الراء. في الانجليش هو مش بيلمس اصلا، في نفس الوقت هو مش بيسمح الهواء ان هو يعدي، هو بيقف. تحس ان الهواء بيجي عند اللسان ويروح جاي ايه؟ واقف. ار. النهارده هناخد صوتين من اصوات الار، الار في الاول والار في الاخر. هنكتفي النهارده بالاثنين دول عشان صعبين شويه ومحتاجين تدرب او تدريب كتير. الار في الاول، معلش هنبدا من الشمال، ربنا يجعلنا من اهل اليمين ان شاء الله. الار في الاول فيها شرطين عشان تطلع معاك صح. انك انت تقول ار لدغه، ده الشرط الاول. الشرط الثاني انك انت تطلع معاها او، تضم شفايفك، يعني تلدغ تضم شفايفك طالما ان الار في الاول. زي كلمه رات، ما بقولش رات مش رات، لا، هو كده انت يعني دغيت في حرف الار وطلعتها ار انجلش تماما يعني، ولكن لو هي في الاول لازم تضم شويه. رات خصوصا لو جه حرف متحرك لازم تضم، لازم الشفايف تكون مضمومه. رات run red. 3 حروف متحركة، 3 لازم تضم فيهم شفايفك. وكده كل الحروف، حتى في بعض الكلمات الشاذة اللي بيجي بعد الار حرف ساكن، مش كتير، ولكن لازم تضم شفايفك عشان يطلع معاك الار في الاول صح. الار بقى في الاخر انا بكتفي بشرط واحد بس، ان انا بلدغ مش بضم شفايفي. تعال ناخد مثال كده على طول. player، ما بقولش player. mare، مع ان بص جاي قبلها او، ولكن برضو مش بضم شفايفي. mare. الكلمة الثالثة car. في نهاية الكورس ان شاء الله باذن الله ممكن ناخد كورس جانبي كده لمدة شهر نعرف فيه الار البريطانية عاملة ازاي، وناخد بقى فيه كل الاختلافات ما بين اللهجتين، اللهجة البريطانية واللهجة الامريكية، عشان يبقى عندنا معرفة بكل حاجة. اشوفك بكرة ان شاء الله في كورس جديد، والسلام عليكم.